فيروس كورونا أكثر كلمة مثيرة للهلع خلال الأسابيع الماضية. منظمة الصحة العالمية أعلنت حالة طوارئ، وخرائط جوجل أضافت خدمة خاصة لتتبع أماكن تواجد الفيروس حول العالم. كمامات تغطي الوجوه في الشوارع، وحجر صحي على الأشخاص المشكوك بإصابتهم. وصل الأمر إلى أن عطسة صغيرة أصبحت كفيلة بالهروب بعيدا عن راكب في القطار أو زميل في العمل. في الواقع هناك بعض الحقائق تبرر مخاوف الناس الكبيرة من الفيروس، والتي وصلت لدى البعض إلى حالة من الوسواس القهري. الحقيقة الأولى: الفيروس قادر على الحفاظ على حياته وانتشاره لمدة تصل إلى 6 أيام على الأسطح الجافة وفي البيئة السائلة. الحقيقة الثانية: سهولة انتقال الفيروس من شخص مصاب إلى أشخاص آخرين من مجرد التنفس أو استخدام أدوات المريض أو من ملامسة الأسطح الملوثة بالفيروس. الحقيقة الثالثة: فترة حضانة فيروس كورونا تصل إلى 12 يوما، ما يعني احتمال نقل شخص مصاب بالفيروس إلى أشخاص آخرين دون معرفته بإصابته أصلا. الحقيقة الرابعة: تتشابه الأعراض الأولية مع أعراض الإنفلونزا العادية، كالعطس والسعال وانسداد الجيوب الأنفية وارتفاع درجة الحرارة. لكن في حالة الإصابة بالأعراض السابقة، كيف نعرف أن المرض هو فيروس كورونا أو مجرد إنفلونزا؟ الحقيقة أنه لا يمكن تشخيص الإصابة من الأعراض الظاهرة فقط. تأكيد الإصابة من عدمها يتم فقط عن طريق تحليلات مجهرية للدم واختبارات مصلية. إذن ما الذي يتوجب علينا فعله للوقاية من الإصابة؟ الحيطة والحذر واجبة، لذلك احرص على الابتعاد عن ملامسة الأسطح الملوثة، المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون، عدم التعرض للعطس من شخص آخر، استخدام الكمامات في الأماكن العامة والمزدحمة. هل يمكن لفيروس أن يصيب 60% من سكان كوكب الأرض، أي 5 مليارات شخص تقريبا من جميع أنحاء العالم؟ نسبة مبالغ فيها ورقم مرعب. حقيقة حذر منها أحد كبار علماء الأوبئة في هونغ كونغ. نعم، 60% من سكان الكوكب في حال ترك المصابون من دون فحص. لكن أصوات هؤلاء العلماء تصل دون أي صدى للسلطات الصينية. من المؤكد أن بكين تحت ضغط كبير في محنتها مع فيروس كورونا، ومن المؤكد أيضا وفق خبراء أن السلطات الصينية تخفي الكثير وتعلن عن القليل. من المفارقة وفاة طبيب صيني من فيروس كورونا قام بتحذير السلطات الصينية التي قامت بدورها بإسكاته. هذا الطبيب أصبح رمزاً للتغيير والشفافية التي قامت عليها تظاهرات في الصين منذ أشهر. في عام 2019 اعتبرت تشيرنوبل الحادثة التي تسببت بأكبر تلوث بيئي بنشاط إشعاعي غير مقصود. هذه الإشعاعات امتد تأثيرها ل20 عاماً وأصابت عشرات الآلاف. ذلك أن السلطات السوفيتية حينها قررت التكتم عن الحقيقة، ما تسبب بانتشار الإشعاع وإصابة الآلاف بالسرطانات حتى وصوله دولاً أوروبية. بسبب التكتم عن الحقيقة، هل تسقط أزمة فيروس كورونا نظام الحكم في الصين وتغير التركيبة الاجتماعية والسياسية في البلد؟ الاقتصاد الصيني اليوم لا يشبه أبداً وضع اقتصاد الاتحاد السوفيتي الهش أيام تشيرنوبل، لكن موسكو أجبرتها القراءات السويدية بعد عقدين على الاعتراف بحجم الكارثة التي تسببت فيها. هل يتحمل الرئيس الصيني تشي وجماعته الثمن إذا أفصح عن الحقيقة؟ مكرم حناوي، العربية. بوتيرة متسارعة يواصل فيروس كورونا الجديد تفشيه، حاصدا مزيدا من الضحايا ومتخذا منحا تصاعديا مقلقا. فقد أعلنت الصين أن إقليم خوبي الذي ظهر فيه الوباء في ديسمبر الماضي سجل نحو 250 حالة وفاة في يوم الأربعاء وحده، وهي الحصيلة الأكبر في يوم واحد، وترفع إجمالي الوفيات المسجلة في الصين وحدها إلى نحو 1350.
لم يكن إعلان ارتفاع عدد الوفيات مبعث القلق الوحيد بالنسبة للمراقبين، فقد سجلت نحو 14,000 إصابة جديدة في الصين يوم أمس الأربعاء، ليقفز العدد الإجمالي للمصابين إلى 60,000، وهو ما عللته السلطات الصحية باعتماد معايير أكثر دقة وصرامة في تشخيص الإصابة بالمرض، مشيرة إلى أن الوباء سيبلغ ذروته هذا الشهر ليتراجع بعد ذلك في شهر أبريل القادم. وتؤكد السلطات الصينية ثقتها في التغلب على الوباء، وتدلل على ذلك بخروج أكثر من 3,400 شخص من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء. خارج الصين لم يكن الحال أقل مدعاة للفزع، وإن كانت وتيرة الانتشار أقل بكثير، إذ تقدر منظمة الصحة العالمية عدد الإصابات ب500 إصابة تنتشر في 30 بلدا، فضلا عن سفينتين سياحيتين كانت إحداهما في المحيط الهادي وسمحت لها اليابان بالرسو في أحد موانئها. وأعلن وزير الخارجية الياباني تأكيد إصابة نحو 45 من ركاب السفينة، 5 منهم في حالة حرجة. أما الثانية فسمحت لها سلطات كمبوديا بالرسو في أحد موانئها بعد أن رفضت دول آسيوية عد ذلك لعدة أيام. ويتسق تسارع تفشي الوباء خاصة في الصين مع تحفظ منظمة الصحة العالمية بشأن التراجع المؤقت لعدد الإصابات والوفيات في الأيام القليلة الماضية، وتأكيدها على تصنيف الوباء كعدو أول للصحة العامة في العالم، إلى أن يتمكن الطب من إنتاج لقاح لعلاجه. وقد أعلنت المنظمة أن 4 لقاحات يجري اختبارها حاليا، وربما يكون 2 منها جاهزين للتجريب على البشر في غضون 4 أشهر.